11 ناصر الخرافي الله يرحمه، فوجئنا بقرارات حصلت في مصر بسحب مرسى علم منه، وهو اللي عامل القرى السياحية اللي هناك، وهو اللي عامل المطارات، وهو الراجل جات له أزمة قلبية مات. إذا أنت كدولة في أي وقت بتصدر قرارات مهما كانت القوانين، فالشعب هو مصدر السلطات. صح؟ الشعب هو مصدر إيه؟ السلطات. الشعب هو مصدر السلطات. فأنت سحبت مرسى علم كلها بالمطار من الراجل ده، وقع طب ساكت. الله يرحمه. والله يرحمه، لان انا اعرف عنه حاجات حلوه كتيره قوي، وكان بيعيل ناس في مصر كتير قوي، وكان عامل ديور ايتام وديور عجايز كتير قوي، وكان راجل خير جدا. ناصر الخرافي صاحب شركه امريكان، هو معتز الالفي، ربنا يمسيه بالخير. فانت في 2011 طببت الراجل ده، وقعته ميت عشان سحبت منه ده كله. النهارده انت جاي بتقول لي ان راس الحكمه اتباعت، يبقى انت مغيب مش فاهم. ده اسمه حق انتفاع. هو انت عايز تقول لي ان كل الناس اللي اشترت شرم الشيخ والغردقه على البحر الاحمر اتملكوا الارض دي ويقدروا يبيعوها؟ اسمه حق انتفاع لمده معينه بيدفع قدامها مقابل. انما لما تيجي تشتري شقه، تيجي تشتري فيلا، تيجي تشتري عماره، مالكش في الارض، انت ليك الشقه بتاعتك بس. وده بيحصل في كل بلاد الدنيا. يعني اي حد فينا عايش في ايطاليا يشتري شقه في اي حته في ايطاليا، في لندن يشتري في لندن. ده استثمار، بس انت بتشتري العقار، الارض لا. فكل الاستثمارات اللي الغوغاء، حتى العرب الغوغاء اللي بيخشوا على الفيسبوك ويقول لك انا اشتريت مش عارف ايه واشتريت مش عارف ايه. واحد داخل بيغيظني على الكومنتات هنا برضو على بس امبارح، ويقول لي انا شاري عقار مش عارف. قلت له انت شاري عقار في الهوا، الارض دي مش بتاعتك ولا عمرك هتتملكها. الشقة بتاعتك، الفيلا بتاعتك، الارض مش بتاعتك. فكل المشاريع اللي انتوا سمعتوا عنها بقى، راس الحكمة ومش راس الحكمة وفوق وتحت والعلمين وطالع ونازل والكلام ده كله، اسمه حق انتفاع لمدة زمنية معينة، نظير كذا فلوس، ونظير كذا عوايد، مشاركة في الأرباح لفترة زمنية معينة. اللي مش فاهم ده زي كامب ديفيد كده تبقى مشكلته. ما هو أنا مش هقعد أشرح لك. لو أنت مستوى ثقافتك بالطريقة دي، دي بتاعتك. إنما تمليك لأرض لأجنبي أبدا ما بيحصلش. تشتري عقار تعمل مشروع تاخد حق انتفاع ارض، تعمل مشروع استثماري، تشغل ناس انما الارض بتاعتك ده عند السامية هناك دي بقى لا يا باشا. وهو نفسك، هو نفسه قالها لك اكتر من مرة، مفيش تفريط لذرة تراب واحدة من مصر. انت مش فاهم دي بتاعتك. الجيش عمره ما خذلك، الجيش عمره ما خذلك. فما تجيش تقول كلام انت مش فاهمه. يا باشا، ما هي بقت العيله المالكه يا استاذ محمد، عيله مالكه. ما انا اتكلمت في البثوث دي قبل كده. احنا لسه مش عارفين حاجه، ارجوك اتكلم فهمنا ايه اللي حصل، فرحنا وسط النكد والحسره اللي احنا فيها دي. يا باشا ارجع للبث من الاول بقى. يعني اول حاجه حصلت امبارح المارش العسكري بتاع كتيبه الصاعقه اللي هزت الدنيا، هزت الدنيا. السوشيال ميديا كلها وكل البثوث بتتكلم على ده، على اللي حصل في العبور والشروق امبارح. طلعوا من الهايك ستيب على العبور، لفوا العبور كلها بالاقليمي، نزلوا على الشروق، من الشروق رجعوا الهايك ستيب تاني.
الساعة 6:30 كانوا موجودين في العبور. وصعقة، وقالوا إيه علينا دُولة وقالوا إيه. ده مش تدريب، هي يعني هم ما عندهمش مكان يتدربوا فيه فطالعين يجروا في الشارع، هم لعيبة كورة؟ لأ. دول جايين يدّوا كارت، عشان العبور فيها سودانيين كتير جدًا، جدًا، أكتر من المصريين النهارده، لإن مكتب المفوضية كان هناك، في الحي التاني، في مركز شباب العبور، أو اللي اسمه نادي بلازا العبور ده، كان هناك المفوضية، فالسودانيين في العبور كتير جدًا. الشقة اللي كانت ب1000 جنيه بقت ب8000 جنيه إيجار النهارده في العبور، فده كان كارت. بس اللي يفكر إنه سيطر على متر من الأرض عند سامية، تروح لسامية هناك تقول لها. ما هو الوضع على الأرض يا أستاذ محمود خطير، وإحنا بنتكلم في ده وعارفين، ولو أنا صبرت شهرين مش هاصبر التالت، فإحنا لازم نتحرك وبسرعة. بنتحرك إزاي؟ مش هننزل يا محمد، ما ينفعش، انسى إنك تنزل دي، ما تكلمنيش فيها. أنا بقى جوع وأنبوبة الغاز تبقى ب1000 جنيه، وكل شهر أدفع 1000 جنيه كهربا، واللي يحصل يحصل. وعليكم السلام يا أستاذ طاهر. واللي يحصل يحصل، بس البلد ما تولعش وما تخربش. بس ليه؟ لأن أنتم مش عايزين تعملوا اللي أنا باتكلم فيه. ف براحتكم، اللي عايز ينزل بقى ينزل. بس أرجع أقول لك برضه، اوعوا تكونوا فاكرين اللي ما حصلش في 2011 هيحصل النهارده. يعني أنا هاعتبر إن أنت منهم بقى يا أستاذ محمد. يعني إيه أنت مش كلام المثقفين؟ مش حكاية لا نزول ولا طلوع، كلام للناس اللي كانت بتفهم الوضع هيكون انفجاري وغير متحكم فيه. أيوه، والجحور هتطلع من يعني الفيران هتطلع من الجحور، الفيران هتطلع من الجحور. إحنا مش حمل إن البلد تولع تاني، المرة دي هتولع أكتر بكتير. شُفت اللي حصل في سوريا؟ هيبقى أكتر منّه بكتير عندك، وعلى عيالك وعلى مراتك وعلى كل حاجة، وعلى كل حاجة. لأ، أنا بقى أدفع 1000 جنيه غاز وأبقى آمن في بيتي، أدفع 100 جنيه في لتر البنزين وأبقى آمن في بيتي، وبنتي تنزل الشارع وترجع من الشارع وأنا آمن في بيتي، إنّما البلد تولّع لأ. ده أنت لغاية النهارده يعني الأول كان السوري بيخش ياخد مرات السوري من البيت، أنت النهارده الأزرق بيخش البيت ياخد مراتك. في العراق حدث ولا حرج. اللي حصل في ليبيا حدث ولا حرج. السودان بنت عندها 12 سنة جوز شحوطة بيركبوها على الموتوسيكل المخيم، ما فيش كلب ضرب طوبة عليهم.